أب بيبيع ابنه اللي عنده أقل من 5 سنين علشان عايز يشرب مخدرات. تعال أقولك إيه اللي حصل، وتحديدا في كرداسة أب أقل ما يقال عليه إنه مدمن وإنه مجرم كمان بيبيع ابنه لأحد تجار المخدرات. ابنه ده عنده أقل من 5 سنين. بيبيع ابنه ليه؟ علشان عليه فلوس لناس كتيرة جدا، من ضمن الناس دول تجار المخدرات اللي بياخد منهم المخدرات. مش كده وبس، كمان تاجر المخدرات علشان يريح دماغه من زن الولد اللي عنده أقل من 5 سنين، لأنه كان عمال يعيط كتير وعايز باباه طبعا، راح تاجر المخدرات المجرم ده كمان راح حط خشبة في بق الولد دوت ونزل فيه ضرب لغاية ما الولد مات. وكمان علشان يتخلص من جثة الواد الصغير دوت، هو وحبيبته راحوا حاطينه في شنطة وراحوا لفينه وراحوا رموه على الطريق. سكان أهالي كرداسة لقوا الولد ميت، وطبعا بلغوا الشرطة اللي بدورها كالعادة قدرت إن هي تقبض على تاجر المخدرات وعلى حبيبته ديت. وكمان قبضوا على الأب اللي اعترف بدوره إنه عمل كده في ابنه علشان هو مدمن المخدرات وعليه فلوس لناس تجار مخدرات. طبعا عصابة، وطبعا كلهم مجرمين، وأب حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي أي أب يعمل في عياله كده. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه رأيكم في المجرمين دول وايه انسب عقاب ليهم.